الله الله الله. كيف فينا نعمل تتبيلة الجوانح مثل المطاعم بالبيت ومع سر النكهة الطيبة؟ لازم تتابع الفيديو. وهلا بنيجي للتتبيلة الخرافية. عندي معلقة صغيرة من الثوم البودرة، ومعلقة صغيرة من البصل البودرة، معلقة كركم، فلفل أبيض نص معلقة، ملح معلقة صغيرة، هيل معلقة صغيرة، بابريكا حمراء حلوة معلقة صغيرة، عندي خردل معلقة كبيرة، دبس فليفلة حلو معلقة كبيرة، كاتشب عندي ربع فنجان، تنتين عصير ليمون، كاسة زيت 110، وعندي العسل. رح احتاج تقريبا معلقتين من كبار من العسل. وهلا بنحركهم. بسم الله. طبعا انا الجوانح هون غسلتها بالمي والخل. هلا بنعطيها تقليبه خفيفه. هلا بدي اغطيها بالستريتش او النايلو واخليها تقريبا ساعه بالبراد. طبعا هون الفرن لازم يكون عندي حامي حراره 180 من فوق ومن تحت. هلا بننزل الجوانح بهذا الشكل. بسم الله. هلا بنجيب عنا ورق الزبده وبنجيب السلوفان وبدي احطها بالرف الثاني من تحت. بسم الله. ولسر النكهه هلا بنحتاج احنا هون عندي انا ربع قالب زبده، وعندي سنين من الثوم. هلا بحط بقدونس، رشه ملح. الله. هلا بنشيلها شوي من الفرن. بسم الله. هلا بنحط لها الصوص الخطير هذا معنا. هلا بنحطها اخر اشي من فوق، بنخليها 10 دقائق. الله الله الله. شايفين؟ وهذا هو الريحة، شيء رائع، شيء فاخر من الآخر. نحط لها البقدونس. بسم الله. ما رح ننسى عصرة الليمون. الله.